السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تالتة، اخباركم ايه؟ النهاردة يا ولاد معاد درسنا في اللغة العربية، والدرس بتاعنا النهاردة اسمه قصة طبق الطعام. عندنا نشاط ب بيقول لي اجب عن الاسئلة الاتية. اول سؤال بيقول لنا تخير الصواب مما بين الاقواس. ها تخير الصواب مما بين القوسين. اول سؤال بيقول لي عاد خالد من المدرسة وكان يشعر. عندي ما بين القوسين مكتوب الجوع ولا التعب ولا السعادة. هنختار الإجابة بتاعتنا كلمة الجوع. يبقى عاد خالد من المدرسة وكان يشعر بالجوع. السؤال التاني بيقول لي قبل تناول الطعام على خالد أن يلعب مع أصدقائه ولا يذاكر دروسه ولا يغير ملابسه ويغسل يديه. هنقول قبل تناول الطعام لابد ان احنا يغير ملابسه ويغسل يديه. رقم ب بيقول لي أكمل. وضع خالد في طبقه أول مرة. يا ترى حط في أول مرة وضع إيه؟ هنقول قطعة خبز ومكرونة. طب وفي المرة الثانية؟ في المرة الثانية قال أنا لازم أدور على شيء تاني. وضع قطعة دجاج. هنا استخدم بروتين. طب وفي آخر مرة هنقول إيه؟ وضع السلطة الخضراء. ده هنا فيتامينات معانا وخضروات. طيب الطعام المتكامل. سؤال رقم ج. الطعام المتكامل يكون فيه ايه؟ ايه العناصر المفروض ان هي تبقى موجودة في الطبق بتاعي؟ هنقول كربوهيدرات ولحوم اللي هي البروتينات وخضروات اللي هي طبق السلطة بتاعي. يبقى الطعام المتكامل يكون به كربوهيدرات زي المكرونة زي الأرز واللحوم اللي هي قطعة الدجاج والخضروات اللي هي بتمثل لي طبق السلطة الخضراء. يبقى كده ده طعام متكامل. هنا هنستخرج من القصة اللي قدامنا مفرد كلمة أطباق. هي كلمة جمع وعايزة المفرد منها. لو أنا معايا شيء واحد بس يبقى كلمة أطباق جمع، المفرد بتاعها إيه؟ طبق. طب كلمة ملابس، لا أنا عندي كلمة ملبس، هي كلمة مفردة، الجمع بتاعها إيه؟ جمع ملبس ملابس. هنا اسم الدرس بتاعنا اسمه طبق الطعام. أنا ممكن نقترح عنوان آخر للقصة، ممكن نسميه الطعام المتكامل، ممكن أقول عليه الطعام المفيد. يبقى أنا كده اخترت عنوان للقصة بتاعتي غير قصة طبق الطعام. تعالي يا سنة تالتة نشوف النشاط ج. بيقول لي لاحظ ثم أجب. أنا عندي كلمة أبيض وكلمة أسود. كلمة أبيض وكلمة أسود الكلمتين دول ما بينهم تضاد، يعني دي كلمة وعكسها. معنى تضاد اللي هي الكلمة وعكسها. يبقى عكس كلمة أبيض أسود. وعندي كلمة نهار، عكسها كلمة إيه؟ ليل. طيب عندي كلمة ليل هنقول العكس بتاعها كلمة نهار. طب لو حد وقف عكسها حد ايه؟ جلس. يبقى عكس كلمة وقف جلس. عندي كمان كلمة عاد، رجع، عكسها ايه؟ ذهب. يبقى الكلمة وعكسها عندي أبيض مضادها أسود، كلمة نهار عكسها ليل، وكلمة وقف عكسها جلس. عندي يا سنة تالتة في نشاط تاني، نشاط د بيقول لي ضع الكلمات في جمل من تعبيرك. عندي كلمة وعايزة أكون منها جملة مفيدة. يعني ايه جملة مفيدة؟ يعني أفهم منها معنى شيء أو عايزة توصل لي حاجة. كلمة مائدة اللي هي معناها طاولة، الطاولة اللي احنا بنضع عليها الطعام. كلمة مائدة عايزة أضعها في جملة. هقول ايه؟ جلست إلى مائدة الطعام لأتناول فطوري. جلست إلى مائدة الطعام لأتناول فطوري. كلمة متكامل، كلمة متكامل معناها يا أولاد إن بيها كل العناصر الغذائية. هقول مثلا هذا طبق متكامل. عندي كلمة بالهناء والشفاء. الكلمة دي دايما بنسمعها، كلمة بالهناء والشفاء، ودايما بنقولها أثناء الطعام. هقول تناولت الطعام المتكامل بالهناء والشفاء. كده احنا خلصنا يا سنة تالتة الدرس بتاعنا.
اشوفكم ان شاء الله المرة الجاية على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.